إخواني، الجميع يعلم بأن مواد الجنسية الكويتية أتت مجزأة، مادة أولى، ثانية، سابعة، ثامنة، وهكذا. النهج اللي نشوفه في السنوات الأخيرة للأسف يدفع إلى تقسيم المقسم. شلون؟ مواد الجنسية قسمت الشعب الكويتي للأسف، وهذا خطأ. الكويتي كويتي. النهج الحكومي في السنوات الأخيرة ميز من يحمل الجنسية المادة الأولى عن باقي المواد في الوظائف الإشرافية، في الوكلاء ومساعدين الوكلاء، لعل آخرها تقديم وكلاء النيابة، أبنائنا وكلاء النيابة اللي قدموا على هذه الوظيفة. أنا أعرف مجموعة من اللي قدموا على هذه الوظيفة امتياز مع مرتبة الشرف في جامعة الكويت كلية الحقوق. في اختبار النيابة العامة جاب العلامة الكاملة. في المقابلة الشخصية مقبول، وتم إدراج أسمائهم في كشف القبول. تفاجأنا بأن السبب في استبعادهم أنهم يحملون المادة السابعة بصفة أصلية. هذه الرسالة بشكل عام، أنا ما أتكلم عن قبول النيابة العامة بس، لا، بشكل عام. حتى اختيار الوكلاء المساعدين، عطوا الأكفأ. ابتعدوا عن موضوع الجنسية، هذا والله جنسيته كذا وهذا جنسيته كذا. ترى اللي قاعد ينفخ في الرماد ويقول لك والله لا والله هذا أصلي، هذا كويتي أصلي، وهذا لا والله كويتي مو أصلي، ترى هذا والله العظيم ما يبي الخير لا بالكويت ولا بأهلها، والله ما يبيه.